عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي، بس قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول، حياتك تفضل في راحه وفي امان، عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل فراخ مشويه، بس المره دي بقى على الفحم. انا معايا فرخه او وراك. كان معايا وراك، قطعتها بالشكل ديت كويس جدا. يعني قطعتها وفتحتها بالشكل ديت زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ديت. ومعايا برضو اجنحه عملتها بالشكل ده، غسلتها، عملت لها محلوق نقعه حلوه قوي، سبتها فيه مده ساعتين على الاقل، وبعد كده غسلتها غسله حلوه قوي وفتحتها بالشكل ديت وسبتها تتصفى زي ما حضراتكم شايفين. اهيت لازم تتفتح بكل شكل كده من كل حته عشان تشرب التتبيله كويس. وهنعمل التتبيله مع بعضينا. معانا 4 بصلات، معايا حوالي 4 نص كيلو طماطم، زي نص كيلو بصل، وقرنين فلفل حامين. وبالنسبه للتوابل معايا ورق لوري، معلقه ربع معلقه بصل بودر، توم بودر، ديت بهارات فراخ، يعني رشه من القرفه، مع نص معلقه من الملح، بابريكا، واحده ماجي فراخ، فلفل اسمر، رشه من الكزبره، وكم ورقه لوري. ومعايا معلقه من العسل النحل، والصويا صوص، وصوص الباربيكيو، ودبس الرمان، والهوت صوص. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده، معايا حطيت كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها، الطماطم مع الفلفل، ومن كل حاجه من الصويا صوص ودبس الرمان معلقه، مع معلقه عسل النحل مع التوابل، وهضربها ضربه حلوه جدا. ودلوقتي ده شكلها بعد وفرمناها كويس جدا. هي ده الشكل بتاعها النهائي. مش قادره اوصف لكم، ريحه رهيبه بصراحه ربنا، والطعم تحفه تحفه تحفه. هنحط فيها كل الفراخ بالشكل ديت، هنحطها كلها. ودلوقتي بعد ما حطيناها بالشكل ده كده كلها، حطيتها في طبق كله كده. هسيبها لمده لا تقل عن 2-3 في التلاجة قبل الاستخدام، ولو يوم كامل تبقى احلى واحلى. وهنغطيها بكيس اهو بالشكل ديت. انا غطيتها بكيس وهسيبها في التلاجة لمده لا تقل عن 4 ساعات. بس كل ما تبات في التتبيله دي بتبقى احلى واحلى. اوريكم احنا بنشويها هتبقى عامله ازاي. وده الشكل اهوت اللي احنا بنشوي دلوقتي. احنا بدأنا شوي، مش قادره اوصف لكم الريحه ولا الطعم رهيب. وجوزي ربنا يبارك له ويخليه لي يا رب، عامل لي فيها بشاره، بس تسلم ايدك يا بيوسف. اتمنى تعجبكم. ودلوقتي نعمل بقى احلى طبق مكرونه بالخضار مع الفراخ المشويه دي، تبقى تحفه. هنجيب اول حاجه حله على النار، ونحط فيها شويه من الزيت بالشكل ده كده. تغلي شويه اروح حاطه فيها البصلايه، واقلب فيها شويه على النار بالشكل ديت. انا عايزاها تدبل بس مش اكتر ولا اقل. هسيبها تدبل شويه. انا قلبت فيها شويه لحد ما تدبل. هحط فيها طماطميتين انا مقطعهم حاجه صغيره كده، ودي فصين توم مروتين، ومعلقه تريد شطه بالشكل ده كده. واقلب كويس قوي مع اي خضار عندك. انا كان عندي بسله وكوسه، وقطعت عليهم قرنين فلفل رومي على حامي بالشكل ده كده. هحطها بالمنظر ده واقلب كويس قوي الخضار ده يشرب مع بعضه كده. وهحط عليها التوابل عباره عن كمون، بابريكا، كزبره، فلفل اسمر، كاري، بابريكا، كركم، توم باودر، بصل باودر، ملح، واحده ماجي. هحط كل التوابل دي هنا كده واقلب كده كويس قوي بالشكل ديت، واسيبها تثبت شويه. هحط عليها معلقه كبيره بالشكل ده كده بالشكل ديت، واقلب فيها مع المعجون اللي هو الصلصه ديت. واحط معلقه كبيره من الهوت صوص اللي هو ديت عشان بنحب الحاجه سبايسي، ومعلقه كبيره من الصويا صوص، بس لا اكتر ولا اقل الصويا صوص ده. واقلب كده كويس جدا فيها. ومعايا هو كيس واحد من المكرونه ديت. انا مش هعمل الا كيس واحد كده. هنطلع كده شويه من الميه، وهحط كيس المكرونه بالشكل ده كده
وهفضل اقلب فيها كويس قوي وادوق الحدقان بتاعها، ادوق واشوف طعمه ايه بالشكل ده كده، طعمه مظبوط. هغطيه بقى واسيبه لحد ما يغلي كويس جدا وارجع له تاني واوطي عليه. وبكده يبقى اكلنا خلص. طعم المكرونه مش قادره اوصف لكم مفلفله قد ايه، وطعمها جامد جدا بالخضار. انا حبيت اوريها لكم، والله طعمها اولادي حبوها جدا بالكوسه وبالبسله، يعني مش قادره اوصف لكم طعمها حلو جدا جدا، وكل حاجه فيها مستويه وجميله قوي. ودي الفراخ مش قادره اوصف لكم برده طعمتها، انا من كتر حلاوتها ولادي بياكلوا عظمها قبل لحمها. بص مستويه ازاي، يعني ربنا يبارك لنا في ابو يوسف زوجي مخلي اللحمه بسم الله ما شاء الله عليها دايبه دوب. انا عايزه اوصل لكم عامله ازاي من جوه. بص باينه عامله ازاي، لحمها احمر وجميل ازاي، ابيض وجميل ازاي قصدي، ولا فيها اي حاجه من الدم ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله على الطعم. ودي هتبقى هي دي اكلتنا النهارده، خفيفه ولذيذه وفي نفس الوقت حلوه جدا. انا ايه اللي يخليني اروح اشتري نص فرخه مشويه ولا فرخه مشويه بفلوس قد كده، وانا ممكن اعمل باقل التكاليف في البيت وبطعم وبنظافه احلى واجمل. اتمنى تكون الخطوه دي عجبتكم، واتمنى الكل يعملها بنفس الطريقه بتاعتي ديت، اقسم بالله هتعجبكم جدا. انا بقول لكم لدرجه ان انا اولادي بياكلوا عظمها. ايه رايكم في التتبيله بتاعتها يا يوسف؟ طعمها جامد، احنا بناكل التتبيله اكتر من الفراخ. والمكرونه ايه رايكم بالمكرونه بالكوسه ديت؟ المكرونه بالكوسه جامده. بص انا عملتها بالخضار بالكوسه والبسله، اول مره انا اعملها لاولادي بالطعم ده، ولا معجنه ولا اي حاجه، مفلفله وجميله جدا جدا، والطعم بيها بالكوسه رهيبه. لكل الاولاد اللي ما بيحبوش الكوسه جربيهم، دخلها لهم في المكرونه مره هي والبسله. ممكن لو عندك جزر وبسله وبتاع ده فاصوليا برده يتحط معاها، كذا حاجه جميله جدا. يعني اي حاجه هتعجب الاولاد دخليها لهم في اي حاجه هتعجبهم، لانها كلها فيتامينات وجميله جدا. واتمنى يكون اكلتنا النهارده عجبتكم حضراتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك عشان يوصلكم كل جديد، وتدعموني يا كل اخواتي وحبايبي لانكم وحشتوني كتير كتير كتير. واتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايكم يا ادم؟ حلوه جامده. عجبتهم المكرونه جدا وعجبتهم الفراخ. اتمنى تعجب حضراتكم وتعملوها بنفس طريقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.